احنا بكر أهمنا. مفسر الأحلام الشيخ محمد مقابلة، تسألني سؤال واستأذنتك بالتسجيل وسمحت لي، واستأذنت الشيخ زعفران وسمحت لي. تفضل. جزاك الله خير يا دكتور. احنا بارك الله فيك. سؤالنا خرج علينا وعد اللامي اليوم بحديث جديد يدعي انه يدل على ولاية علي بن ابي طالب، وذلك بعد ان هدمت لهم عدة سنم. فنريد رأيك بذلك. الحديث اللي يدعوا به وطبعا غير معقول، واي واحد يسمعه كان شيعة ولا مسلم سني يستحيل واحد عنده عقل أن يقبل هذا الحديث أو يستوعب هذا الحديث، لأنه هيك المسلمين كلهم في النار إلا جماعة علي. نعم. الحديث يقول فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندي فاتته فاطمة، يعني اجته فاطمة وتبعها علي رضي الله عنهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة وشيعتك في الجنة. فيا ريت أنه تبحثن عن هذا الحديث أو تتكلمن عن هذا الحديث، وهل يعقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني باقي المسلمين والمجاهدين والصحابة النيرين بهذا الأمر؟ جزاك الله خير يا شيخ محمد، وأسأل الله أن يكتب أجرك على غيرتك على الإسلام والمسلمين. الحقيقة يا أخي هذا وعد اللامي أنا أعتبره هو وواحد آخر اسمه أحمد الإمامي من أئمة الكفر غلبوا الشيطان في تضليل أتباعهم. لماذا هم يفعلون ذلك؟ لأنهم يسترزقون من خلال القناة بجمع التبرعات وخلافه وخلافه. فكما تعلمون جميعا يا إخواني أن دين الشيعة قائم على المظلومية وعلى السب والقذف في الصحابة وأعراض النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون أنهم يحبون النبي فيقذفون زوجته التي هي أم المؤمنين. هم يقذفون أم المؤمنين يعني أنهم هم ليسوا مؤمنين، وهذا دليل على كفرهم أصلا. أما الحديث الذي ذكرته أخي الحبيب، هذا الحديث روته مجموعة من الصحابة، هذا حقيقي، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في متن الحديث أنهم لطشوا نصفه الذي يوافق رأيهم وأكلوا الباقي. الحديث هذا منكر أصلا، منكر شديد الضعف بسبب سوار بن مصعب وعلل أخرى في متن الحديث، لأنه راوي واحد وأصلا هذا مشبوه الراوي. الحديث سوف أبدأ من حيث أنت انتهيت أو قبلها بسطر، مثلا عندما قلت أنت ويا علي أنت وأصحابك في الجنة. هذا دليل، أكبر دليل على أن أصحاب علي أبو بكر وعمر وعثمان في الجنة. هم لا يفقهون، ترى لا يتكلمون العربية، يأتون بأحاديث جميلة تفيدنا بعض الأحيان مع أنها ضعيفة ومنكرة. هذا الحديث كما قلت يا إخواني لمن يستمع حديث ضعيف ومنكر شديد الإنكار، شديد الإنكار. وشيعتك في الجنة، لكن اسمع ماذا لطشوا من الحديث وبلعوه كما بلعوا الدين كله. إلا أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يصغرون الإسلام ثم يلفظونه. تعرف ماذا يعني ذلك؟ يعني كمن يأخذ الإسلام يمضغه ثم يدفله، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء ممن يدعون أنهم يحبون علي، يقال لهم الرافضة. فإذا أدركتهم، طبعا الرافضة هم الشيعة الآن، فإن أدركتهم نعم. فجاهدهم فإنهم مشركون. شوف الحديث اللي جابوه دليل على أنهم مشركون، الذين يتمسكون به. هذا الحديث يقال فيه في الجزء الثاني من الحديث أنهم مشركون. قال: يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة، ويطعنون عن السلف الأول. كما قلت لك في المقدمة أنهم يطعنون في الصحابة جميعا، يطعنون في لا السلف حول ولا الأول، أنهم يطعنون في الصحابة وفي أمهات المؤمنين وفي أعراض المسلمين، وما خلوا أحد إلا هو داخل في النار وكافر ما عداهم الشيعة. هنا نلاحظ في الحديث، مع أن قلنا هذا الحديث منكر شديد النكران، لأن الراوي هو بسبب سوار بن مصعب هذا مجهول وأصلا غير معروف، يعني الحديث غير معتمد عندنا نحن أهل السنة. الحديث بنفسه يقول أن أصحاب علي في الجنة، يعني أبو بكر وعثمان وعلي ونساء المسلمين كلهم في الجنة، لأنهم كلهم أصحاب علي. يعني هذول كلهم تعتبروا من الصحابة، من أصحاب علي، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة علي بذلك الوقت. وبالتالي الذين قالوا بكفرهم الآن هم يجعلونهم في الجنة. ويقول أيضا في الحديث: وشيعتك في الجنة. تعرف ما هي شيعتك؟
يعني أتباعك متى كان لعلي أتباع؟ بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين، يعني عندما صار الخليفة الرابع. من الطبيعي والبديهي لأي خليفة أن يكون له أتباع، كما يكون الآن لو أصبحت أنا وزير، لو أصبحت أنت وزيرا يا شيخ محمد، سوف يكون لك نعم أتباع من المحبين المخلصين والمنافقين بسبب مكانتك السياسية، أليس كذلك؟ والله صحيح. سبحانه وتعالى أخبره عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا اعترفنا بالرواية. لاحظ أنا في متن الحديث لا نعترف به لأنه شديد الإنكار، هذا حديث غير معترف به. قال أنهم ممن يدعي أنه يحبك أقوام يصغرون الإسلام ثم يلفظون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم إنهم مشركون. أعتقد أني أجبتك بالإجابة الوافية إن شاء الله، وإذا ما عندك سؤال ثاني عشان أقفل التسجيل عشان لا يطول. جزاك الله خير، وأسأل الله أن ينصر السنة وينصر آمين ويعلي كلمة الحق إن شاء الله. آمين آمين. جزاك الله خير يا أخي، جزاك الله خير. أنا بقفل.